يوم شفنا غير المغرب اللي جاز مع هولندا، الاخرين الخبره تاع الاوروبيين اليوم تفوقت على الخبره تاع الافارقه، واليوم شفنا باللي توجور نقعدوا توجور كاين نلعبوا مع الاوروبيين ولا امريكا اللاتينيه كاينه عقده خاص. يا حي يا حي يما ينعل صدع باباك يا مندي، ينعل صدع باباك. وراكم اطلبوا سماح. قلت لكم اقسم بالله العلي العظيم لا سويس تربح، والحمد لله كلمة الحق. كابتكم بلاد القهويين. انا واحد من الناس ما شفت حتى ماتش تاع ليكيب ناسيونال باسكو على بالي باللي النيفو با. فرحه ماشي اني زعما تاليمينينا ولا خسرنا ولا راني نستشفى، فرحه على كل صحافي وكل قناه عار كانت تتكلم بسوء شر على المنتخب المغربي في هذا المونديال. كاين الناس اللي تهدر وكاين اللي تخدم، اللي قلبها مريض ان شاء الله يداوى. كي تقول منتخب كامل راك تهدر على اسود المغرب، ولا فريق افريقي ولا عربي حاليا بمستوى المونديال الا المغرب. حنا وادغال افريقيا نتناطحوا غير في افريقيا كالماعز، اما الكبار مثل المغرب ما بين الكبار. مدرسه افريقيا في كره القدم. منتخب العار المنتخب الجزائري يقصى بشكل مذل ومهين. عودوا الى الجزائر لا نريد شيئا. عودوا إلى الجزائر لا شرف لكم. هذا هو الواقع، لأنه في وقت باقي المنتخبات كانت تلعب في كرة القدم، المنتخب الجزائري عبر الإعلام الجزائري ذهب لشتم ومهاجمة المغرب، لأنه الإعلام الرسمي الجزائري كان ينفي وجود منتخب في كأس العالم اسمه المنتخب المغربي. القنوات الخاصة كانت تتفنن في مهاجمة المنتخب المغربي عوض التركيز في المنتخب الجزائري وأدائه وغيرها من الأمور. فضائح متتالية، يعني غرقنا في الفضائح في هذا كأس العالم عوض التركيز مرة أخرى في الكرة. قضية أنه الجزائر هي البلد الوحيد اللي محتاج الصحفي الرياضي وتكلم عليها رئيس الفيفا في أول يوم من المونديال. فضائح الجماهير الجزائرية بعد مباراة الأرجنتين وقبلها، يعني التصرفات اللا أخلاقية. قضية هذه المزورة والمفتعلة ما سمي بقضية الطفل وسيم اللي قالوا بأنه في صدمة وفي الكوما وعنده ارتجاج في المخ، ونحن شاهدناه يلهو ويلعب في مدرجات مباراة الجزائر سويسرا. لما تجتمع هذه العوامل، لما تكون منتخب لا شرف اللي هو منتخب الجزائري في الفترة الأخيرة سواء في كأس إفريقيا والممارسات الأخلاقية التي رأيناها في كأس العالم يتكرر نفس الشيء، لأنه القذارة وانعدام الأخلاق تنتهي بك بهذه الإقصاءات المذلة والمهينة، على عكس الجيران اللي كنا نشتمهم ونسبهم. مثلا كان عندكم زهر في قطر، رحتوا نصف النهائي لأن المنتخب الجزائري هو الذي لم يكن حاضرا. إذا لا، المغرب قدم مباراة تاريخية ضد البرازيل. المغرب أقصى هولندا، واحد من أكبر المرشحين ومكمل لمشواره في كأس العالم هذا، على عكس العديد من المنتخبات الإفريقية. المنتخب الإفريقي الوحيد لحد الساعة اللي صمد، فكان من الأجدر التركيز في المسخرة المسمى المنتخب الجزائري على التركيز على أداء فريق الجيران. والله المستعان دائما. ومرحبا بالجميع. نبدأ الحلقة حيث ودع المنتخب الجزائري منافسات كأس العالم عقب خسارته أمام نظيره السويسري بهدفين دون رد في دور 32 من البطولة. فرض المنتخب السويسري أفضليته مبكرا بعدما افتتح بريلين بولو التسجيل في الدقيقة 11 لينهي الشوط الأول متقدما بهدف دون مقابل. وعن انطلاق الشوط الثاني عزز دان دوي تقدم سويسرا بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 47 ليؤمن تأهل منتخب بلاده إلى الدور ثمن النهائي. في المقابل أخفق المنتخب الجزائري في تكرار إنجاز مونديال البرازيل 2014 حين بلغ الدور ثمن النهائي للمرة الأولى في تاريخه آنذاك، كما أصبح سادس منتخب عربي يغادر البطولة الحالية. إن المشاركة في بطولة كبيرة كهذه بعد غياب 12 عاما يعد إنجازا كبيرا بحد ذاته، وتجاوز دور المجموعات للمرة الثانية فقط في تاريخنا نتيجة ممتازة أيضا. بالطبع كنا نطمح إلى تحقيق المزيد، لكننا لم نتمكن من ذلك. علينا أن نرضى بهذه النتيجة وأن نتعلم من أخطائنا. علينا أيضا أن نستخلص الجوانب الإيجابية من هذه التجربة، وأعتقد أن نصف الكأس ممتلئ.
لم تكن الأمور تسير على ما يرام خلال الدقائق الأولى حتى تقدمنا في النتيجة. تغير الوضع في وسط الملعب بالنسبة لنا. لم يكن لديهم مهاجم صريح، لكن كان لديهم لاعبون دفاعيون ذو نزعة هجومية، وكان من الصعب حقا استغلال المساحات. بعد الهدف الأول أعتقد أننا سيطرنا على مجريات المباراة، وأنا سعيد جدا بالأداء العام لأننا لعبنا ضد لاعبين مميزين للغاية. سيطرنا على المباراة. أبدأ النقاش مع ضيوفي هنا في الاستوديو مع الكابتن جمال. ما رأيك بتصريحات المدرب بيتكوفيتش مدرب المنتخب الجزائري؟ يعني تصريحات ذكية، يحاول أن يسلط الضوء على الإيجابيات بأنه وصل إلى هذا الدور، ولكن حقيقة لا، أنا أعتقد أنه الوسط الرياضي على مستوى العالم العربي وعلى مستوى الجزائر خصوصا غير راضي، لا على مستوى الأداء ولا حتى على مستوى أنه أنت لعبت في الدور الأول والجميع يعني ذهب إلى أنه أنت لعبت حتى تتفادى منتخب إسبانيا وتتلاقم ضد منتخب سويسرا، وهي يعني تعتبر مباراة ليست ببعيدة عن اليد، لكن هو خسرها بفعل يده بأمانة. وأنا يعني عادة لا أحمل المدربين المسؤولية، لكن يعني بالأمس الواحد حسرة يعني إنه منتخب صباح اليوم انه مدرب يعني انه منتخب عربي يغادر من منتخب كان بالامكان انه يكون سهل نسبيا. لم يحسن اداره المباراه، لم يحسن اداره التحضير للمباراه، لا شك تحضير المباراه كان سيء، لم يحسن. ولكن اذا دخل المباراه وهو بنفسيه انه احنا حققنا انجاز ما قبل المباراه، وهذا كلامه يعني، وهذا يفسر المستوى اللي ظهر فيه المنتخب الجزائري. خرجت مراد الجزائر لانه سويسرا كانت افضل ام لانه الجزائر لم تقدم ما هو منتظر منها؟ لا، هو الجزائر ما ظهرت بالسوء، يعني اعتقد واحده من أسوأ مباريات الجزائر من سنوات طويله. انا امبارح حذرت من المدرب بيتكوفيتش وحصل ما حصل. من قبل انطلاق المباراه لما بدا بمهاجم وهمي، الجميع في الجزائر تساءل على سبب غياب مهاجم راس حربه صريح. بدات مجريات المباراه كان واضح المدرب من بدايتها مراد يكين متفوق عليه، انه عارف شو اللي بده من المباراه. بالمقابل المنتخب الجزائري كان تمريرات بدون فعاليه، اخطاء بدائيه في الدفاع عم تحصل. يعني امبارح منتخب للاسف بلا هويه كان المنتخب الجزائري. حتى حميه اللاعبين، احنا المنتخب الجزائري متعودين عليهم اللاعبين حراره وشده وقوه، صح. يعني التحامات عم تحصل، تدخل تشاكا عماله يعني يعلي صوته حتى لعيبه الجزائر، ولعيبه الجزائر ما فيش رده فعل. انا هذا اللي حذرنا منه. انا في لاعبين اسماعيل بن ناصر، بونجاح، ابراهيمي، هذول لو موجودين بالملعب في جيل شخصيات قياديه يربط بين جيلين، كان ظهرت خبره القياده في هذا الملعب. مرات سلطنا الضوء على اللاعب رقم 9 في المنتخبات، والمنتخبات التي لديها لاعب بمواصفات عاليه في مركز 9 هي اللي كانت اقرب للفوز، وهي التي كانت اخطر. اليوم المنتخب الجزائري يدفع ثمن عدم وجود هذا اللاعب في المنتخب. كابتن خالد سعد، يقال انه أسوأ وقت تستقبل فيه هدف هو بدايه المباراه وعند نهايه الشوط، وللاسف تحقق الاثنان معا. الجزائر استقبلت هدف في بدايه المباراه واستقبلت هدف عند بدايه الشوط الثاني ايضا. يعني فعلا هي معا أسوأ أوقات يتلقى فيها المنتخب الجزائري الأهداف. لكن إحنا إذا بدنا نيجي على مسار المنتخب الجزائري من بداية البطولة، إحنا بنشوف يعني الأفضل مباراة لعبها المنتخب الجزائري في الدور الأول هي أمام المنتخب الأردني، سواء بالنتيجة سواء بالأداء، وحتى في أوقات من الأوقات كان المنتخب الأردني أفضل نوعا ما من المنتخب الجزائري. لكن إحنا إذا بدنا نيجي على الصعيد التصاعدي للمنتخب الجزائري من البداية، يعني الخروج ما كان مفاجأة بكل أمانة، نكون واقعيين نكون واضحين. احنا دائما بنجمل الكره العربيه، دائما بنشجع تابع، وبنحب انه الكره العربيه دائما تظهر بمظهر لائق. لكن احنا بكل امانه مسار المنتخب الجزائري ما كان مبشر بالخير، خاصه انه احنا اذا بدايه المباراه ما كان بالتشكيل الرئيسي او بالتشكيل الاساسي، تحدثوا الكباتن عن انه وجود راس الحرب المهاجم الصريح ما كان موجود بالمنتخب الجزائري. ايضا احنا في عندنا مشاكل دفاعيه، ظهر الضعف الدفاعي في المنتخب الجزائري، ضعف حراسه المرمى في المنتخب الجزائري. كل هاي النقاط ادت الى خروج المنتخب بهذه الصوره. المنتخب الجزائري مش اول مره في المونديال، صحيح المونديال الماضي ما كان موجود في النسخه، لكن احنا بكل امان المنتخب الجزائري يملك اسماء عديده، يملك عناصر، يملك لاعبين محترفين في الدوريات الاوروبيه. الظهور بهذا المظهر اكيد مسيء للكره الجزائريه بكل امانه. يجب الاحلال والتبديل، يجب وقفه عند المنتخب الجزائري. احنا اليوم اي منتخب عربي اخر احنا ممكن نتحدث عن تحضير، عن مساله تحضير، لكن المنتخب الجزائري بكل امانه خيبه امل للكره العربيه. خيبه امل للاسف للكره العربيه
مراد الشارع الجزائري صاحي اليوم كله من 40 مليون بيطالبوا باقاله بيتكوفيتش من الصبح. يعني الجميع اجمع انه خلص انه مش رجل المرحله. هو ظهرت البوادر خروجهم امام افريقيا امام نيجيريا، لكن نيجيريا كانت قويه جدا، ولكن كان في سوء اداره من المدرب ايضا، ولكن غطى عليها انه ايوه نيجيريا راحت للسيمي فاينل واحنا لسه عم نبني وبنحضر لكاس العالم. يعني اعتقد كان في فوز خادع على هولندا بالطريق نحو كاس العالم، انه خلص شعروا انه الامور بخير، ولكن انا ما شفت المدرب كان قادر على قراءه المنافسين. لكن هو يقول انه هذا انجاز، الجزائر غائبه عن المونديال وينظر الى الكاس المليان او النصف الممتلئ. من 12 سنه ما تاهل لكاس العالم وبنرجع بنتاهل وكمان بنروح لدور ثاني. هو بدافع عن نفسه لانه مدد عقده كمان سنتين هو للعلم. صحيح. وهو حرص انه مدد عقده بالكاس العالم، كان حاسس انه ممكن يصير شيء اصر انه يمدد عقده بالكاس العالم. الاتحاد الجزائري وتجديد عقده بالطبع قرار ما كان جانبه الصواب، التسرع من الاتحاد الجزائري كرة القدم، كان يجب انتظار كاس العالم والتقييم على المخرجات. بعد التقييم اذا ما هو مش راضي يعني ما كان. بس صار في فرحه بالشارع الجزائري كمان. لا هنا كانوا هاي اخر بعد المباراه الجمهور زعلان، من الزعل صار يحتفل ان الجزائر رجعت على كاس العالم بعد غياب 12 سنه. مرحله احلال وتبديل تطرق لها كابتن خالد سعد. محرز يعلن انه خلص يعني محرز ماندي ايضا اعلن رحيل واعتزال. كان واضح. انا محرز صراحه بلومه بالمباراه هاي، ما ظهر بصوره قائد بالمباراه. بعيد يعني اعتراضات، ما كان يتدخل، ما كان يطالب باخطاء للاعبيه، ما كان يطالب ببطاقات صفراء. يعني ما كان هو الكابتن روح القائد اللي متعودين له منتخب الجزائر. ايوه احنا رياض محرز بالمناسبه بالمباريات الدوليه 119 مباراه 40 هدف، عمره 35 سنه، وليس سرا انه محترف بالاهلي السعودي. امام النمسا شاهدنا القائد محرز، غابت روح القائد في مباراه سويسرا. هي غابت. بنفس الوقت انا برجع انه انا طريقه قراءه مراد ياكين مدرب سويسرا للمنتخب الجزائري على فكره هو ترك له الاستحواذ مشابهه لطريقه مباراتنا معهم. ولكن المنتخب السويسري كان ممكن اذكى من طريقه تعامل منتخبنا مع الجزائر، والطريقه اللي انهى فيها المباراه بدايه الشوط الثاني. كنت اتمنى لو هذا السيناريو حصل معنا احنا. ما رايك كابتن جمال بذلك؟ يعني لا شك انه رياض لاعب كبير، واليوم يعني وضع حد لمسيرته. هو وضع طبيعي جدا، وخاصة بعد هذا الإخفاق. أنا لا أعتبره إنجاز بقدر ما هو إخفاق، وخاصة نظرا لقيمة الفريق المنافس في هذه المباراة. يعني المنتخب السويسري، أعود لأكرر، ليس بذلك المنتخب الصعب، يعني من الممكن تجاوزه، بل وكانت الترشيحات الصبح إنه شفنا المنتخب الجزائري على مستوى الدور الأول خطه البياني كان فيه تصاعد وأنهاها في مباراتنا، لذلك كنا نعتقد أنه يظهر بصورة أفضل من ذلك. طيب خلينا نحكي أكثر فنيا عن المنتخب الجزائري والسويسري والمواجهة بينما. تفضل كابتن على التاتش سكرين، لماذا ظهرت الجزائر بهذا المستوى؟ ما الذي جعل من سويسرا أن تصعقها بهذا الهدف المبكر وغياب العودة والروح المنتظرة للجزائريين؟ يعني خلينا نحكي بأنه أولا الشراسة ما كانت موجودة، ويمكن أنا برجع بعد ما سمعت تصريح المدرب برجع وبحكي أنه انعكست روحه على روح اللاعبين في الملعب. صراحة إذا كان يشعر بأنه ما وصل إليه إنجاز، بالتالي ما رأيناه يوم أمس من قوة التحامات في الملعب واندفاع في الملعب، غياب الروح هذا كله سببه معناته أنه روح المدرب معكوس على الفريق. ولكن بركة يعني فنيا دعني أقول بأنه المنتخب للأسف الشديد لعب بشكل واضح 4-3 في وسط الملعب، 3 مهاجمين، ولكن بمهاجم وهمي وهو اللاعب مازا الذي يعتبر من أميز اللاعبين بالمراوغات. لعب هو وعوار على يساره ويمين محرز كما هو معتاد، ولكن المشكلة بأنه مازا كان يعود ليشكل رباعي مع خط الوسط، وكأنه أو خماسي مع خط الوسط، بالإضافة لمحرز وعوار كانت العودة للخلف. فكان المنتخب وهو مستحوذ على الكرة يصبح بطريقة 4-6-0، وهي حالة تدل على أنه كان يبحث عن الاستحواذ فقط. يمكن حتى أنا قرأت تعليق لأحد الصحفيين الجزائريين بأنه دفعنا 8,000 تمريرة. هم لعبوا صحيح في استحواذ عالي، وصل الاستحواذ لأكثر من 55%، ولكن بلا فاعلية هجومية. بالعكس منتخب سويسرا لعب بتوازن ولعب حسب إمكانياته، لعب بطريقة 4 بالخط الخلفي، 4 بالخط الخلفي سوري لا تفضل ثواني 4 بالخط الخلفي ثابتين، ولعب ب2 في وسط الملعب، وأمامهم
بنطالب وعاد لوسط ملعبه ليلعب دوي فارغاس ومبولي بالضبط، ليلعب على إغلاق المناطق تحولات والتحول للحالة الهجومية، وهذا ما أجاده. بأول 10 دقائق ظهر المنتخب الجزائري بصورة جيدة من حيث الاستحواذ، أشعرنا أنه داخل بده يفوز بالضبط، ولكن فقد لاعب داخل منطقة الجزاء، لذلك كان العمق الدفاعي مرتاح جدا، لأنه كان دائما وابدا ماذا يعود للخلف على امل انه محرز يدخل للعمق وعلى امل انه عوار يدخل للعمق، ولكن هم طبيعه هؤلاء اللاعبين اللعب على اطراف الملعب، وبالتالي فقد الزياده العدديه داخل منطقه الجزاء، لكن كان في زياده عدديه في وسط الملعب اعطته الاستحواذ في هذه المنطقه، اعطته الاستحواذ في هذه المنطقه كامله وسيطر عليها ولعب كرات، الا انه كان في الحاله الهجوميه يترك مساحات بالخلف، وخاصة مع وجود مهاجم من على وزن إمبولو وعلى وزن منزامبي اللي استطاع انه يروح والهدف الاول بمهاره فرديه يلعب جداً. وللاسف انه حتى رباعي خط الوسط وتحديدا الدفاع مندي وبن سبعين منديني كان يترك مكانه وتصبح حاله 1 ضد 1 مع إمبولي اللي كان هو اخطر اللاعبين، ومعروف انه بحاجه للاعبين وثلاث لاعبين يراقبوه، لكن ما كان في قراءه دقيقه لهذا اللاعب، فكل كره كان يستلمها مع التحول السريع باطراف الملعب مزعج، كان مزعج جدا، ولذلك كان وصولهم اخطر، علما وهون كان في مساحات وثغرات على الاطراف وجاءت وهذا اللي امتاز فيه السويسري، لعب على امكانياته، تحول الكرات وكان في وصوله. اضف لذلك ايضا انه ترك الاستحواذ للمنتخب الجزائري، امتاز كان في عنده عدد لمسات اكثر من استحواذ عقيم 56%، لكن استحواذ سلبي، ما في تسديدتين على المرمى مقابل تسديدتين على المرمى للمنتخب السويسري كانوا اهداف، وهذا يدل على القيمه اللي لعبوا فيها. للاسف الشديد المنتخب الجزائري بحث عن الاستحواذ السلبي مقارنه باللعب الواقعي للمنتخب السويسري اللي لعب على التحولات واجادها، وهذا ما كنا نخشاه، ولعب مباشر في المنطقه الاماميه. واخر المباراه يعني تصديقا لما ذكره زميلي مراد، تشاكا كان بإمكانه يصنع العديد من الأهداف لأنه أصبح لوحده في وسط الملعب ويلعب بخبرته وقوته. للأسف مباراة مخيبة للأمال للمنتخب الجزائري، خيبة أمل المنتخب الجزائري.